بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا النهاردة معانا بقى فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله، نعمل مع بعض طريقة الهريسة بالفلفل مش الرومي، الفلفل اللي هو الحار. هو في بارد وفي حامي، يعني انت وحظك فيه. بس هو الفلفل ده بيبقى جميل قوي، تحس ان هو فيه لحم كده وبيرمي حلو يعني. وجميل وفي منتهى الجمال ومسكر وحلو، يعني يديكي كمية حلوة. دول 2 كيلو من الفلفل. انا هاخدهم كده تحت المية، اغسلهم كويس جدا، عشان طبعا احنا عارفين ان الحاجات دي بيبقى فيها رمل كتير جدا، فلازم اغسلها كويس جدا تحت المية الجارية، بحيث ان انا اضمن ان كل التراب والرمل اللي فيها نزل. نمسك كده واحد واحد كده، يتغسل كويس، وتشيلي ايه العنقود بتاعه كده من الخلفيه كده، ونغسله كويس جدا جدا تحت الميه، بحيث ان انا اضمن ان هو بقى نضيف وما فيهوش اي اتربه ولا اي حاجه. هسيبه طبعا يتصفى شويه، عشان خاطر الميه اللي فيه تنزل. حط كده ايه في مصفى تحتيها فوطه كده او طبق ايا كان، يشرب الميه او ينزل الميه فيه. اهم حاجه طبعا احنا بنغسل حاجه نضيفه، عشان خاطر ايه تحسي ان هي حاجتك متشاله في الفريزر مضمونه نضيفه بعمايل ايديكي. وطبعا احنا عارفين ان الهريسه لا غنى عنها خالص خالص في البيت. بصراحه هي كنز في البيت، جميله جدا جدا، تخش في اكلات كتير جدا جدا، وطعمها رائع وحلوه جدا جدا. طبعا لما نعمل الهريسة بطريقتي هتبقى اكيد طبعا مية مية، وهتعجبكم جدا الطريقة. شوفوا بقى شكل الفلفل بقى في منتهى الجمال. خلاص الفلفل كده اتصفى من ميته، همسك واحدة واحدة كده واقطعها بالشكل ده، لان طبعا مش هينفع ان انا احطه في الكبة وهو سليم كده، لان طبعا احنا عارفين ان هو يعني جسمه تخين واللحم مليان لحم كده. فهبدأ ان انا اقطعه كده طبعا، بس انتي بالراحة وخلي بالك من السكينة. قطعيه قطع كده اهوت، بحيث ان هي ايه تمشي في الكبة وتبقى العملية ايه سهلة وبسيطة. هبدأ ان انا كده بقى ايه احط في الكبة شوية بشوية. ما تكتريش في الكبة عشان خاطر هو تخين، زي ما قلنا ان هو ملحم. فعشان تلف معاكي، لان انا مش هزود مية ولا هحط زيت ولا هحط خل ولا هحط اي حاجة خالص. انا هعمله كده لوحده، مش هحط اي اضافات دلوقتي. تمام. وطبعا مش هشيل البذر بتاعه، لان طبعا كلنا عارفين ان البذر بتاعه دي ماده حافظه ليه، وهو لو كان في كام واحده بارده البذر ده ممكن يخليه كده يعني حامي شويه، للناس اللي هي بتحب الهريسه الحاره. طبعا انا هنا هوقف الكبه وانزل كل اللي في الجناب كده. طبعا هياخد وقت شويه، لان هو زي ما قلنا ان هو تخين، الفلفل تخين فياخد وقت في الكبه، فلازم تخليه ناعم عشان ما يبقاش ايه محتحت كده معاكي ويبقى قطع. انا عايزاه ناعم خالص خالص. هبدأ بقى ان انا افرم الكمية بتاعتي كلها، وهفضيها كده في صينية او في طبق او اي حاجة. وبصوا انا حبيت بس اوريكم ان انا عايزاه ناعم، انا مش عايزاه قطع خالص، عايزاه كده ناعم بودرة بوري كده يعني. حاولي بقدر الامكان ان انت ايه تزودي عليه في الكبة شوية تنعميه. هعمل بقى كل الكمية و... وهرجع اوريها لكم. اهو زي ما شفتوا كده، امسكي الكبة ودوسي كده، شغلي وافصلي شغلي وافصلي عشان الكبة بتاعتك تحافظي عليها. خلاص. جيت انا هنا خلصت كل الكمية وخليته ناعم جدا اهوت. بصوا ما شلتش البذر خالص اهو، شكله جميل وناعم وحلو ومش حتت خالص. هاجي على البوتاجاز بقى التكايه الحلوه بتاعتي. انا هسخن حله واحط شويه زيت، زيت طعم عادي خالص، اي زيت يكون طبعا ريحته كويسه. هحط بقى بعد ما الزيت سخن هحط الهريسه كلها في الحله على الزيت السخن. خفيش الزيت ده، هيبقى سخن هيحافظ عليها وهيخليها مادة حافظة، وهيخليها ناعمة وطرية. وهقولك على الإضافات كمان اللي هحطها عليها، هتخليها تقعد معاكي من السنة للسنة وانت مطمنة ان هي ما جرالهاش اي حاجة خالص. هنزل بس كل الكمية كده في الحلة اهو، زي ما شفتي كده نزلت كده كل الكمية اهو. لازم تستغلي وقت الموسم بتاع الفلفل، وتجيبيه وتعملي كده ايه شويه تحطيهم في الفريزر للمكرونه، للاكل بيبقى في الباميه تحفه. هنا بقى المكون الاساسي بتاعي الملح، انا ما حطيتش ملح في البدايه خالص وانا بعمله في الكبه. انا حبيت اقول لك ان الملح هنا اهوت احسن حاجه. اهم حاجه كمان الكمون، الكمون بيديله ريحه
طعمه جدا وريحه جميله جدا جدا. عايزه اقول لك ان ممكن تجيبي عيش وتاكليه الهريسه كده بالعيش من كتر ريحتها الجميله وطعمها الحلو. طبعا ما ننساش معلقتين بابريكا، دول هيزودوا ويعززوا اللون بتاع الفلفل، وهيخلوها طعمها حلو وريحتها حلوه جدا. هنا كده لازم اقلبها كويس جدا، كام تقليبه كده. ولازم مني الهريسه تغلي كده من الجناب، احس كل الفلفل كده كله اتدمج في بعضه واستوى وخد ايه غلوتين. انا على فكره هي من اكتر من 6 دقايق او 7 دقايق بالكتير، انا مش هخليها على البوتاجاز كتير، مجرد بس ان هي تسخن والزيت يتغلف بيها كده كل الزيت ويغلي. طبعا بقول لكم هنا الريحه جميله جدا بجد، حقيقي في منتهى الجمال. اهم حاجه بس ان هي ايه تغلي من الجناب كده، واتاكد ان كله ايه خد الحراره بتاعه الزيت وخد الزيت، هصفي عليها بس كده. اهم حاجه هنا لازم تغلي من الجناب. هقلبها تقليبه كويسه جدا جدا بحيث ان انا احس ان كل الزيت دخل مع الفلفل، وخلاص على كده. جميله جدا جدا وهتعجبك جدا الطريقه دي. بصي هتحفظها جدا، هتقعد عندك ممكن سنتين، والله العظيم اكتر من سنتين كمان في التلاجة في الفريزر طبعا. بصي لازم الجناب كلها تغلي بس خلاص. هما 7 دقايق بالكتير جدا على البوتاجاز. تمام. هنا بقى خلاص جيت شلتها وهحطها بقى في حاجة تانية تبرد، عشان طبعا طول ما هي في الحلة هتفضل سخنة. هفضيها كده في بولة تانية كده بره، بحيث ان هي ايه تبرد معايا على طول. اهو بصوا بقت جميله ازاي، وبقت طريه جدا جدا، الزيت خلاها طريه. بصوا مجرد ما سبتها عشان تبرد شويه، شويه الملح اللي احنا حطيناهم خلاها نزلت الميه، والبابريكا ادتها لون جميل جدا. طبعا طريقه الحفظ عندك زي ما انت عايزه، عندك علب بلاستيك كويسه حطي فيها، عندك برطمان ازاز حطي فيه، مش هيجرى له اي حاجه خالص. البطرمان الصغير ده ممكن على قد اكله او ما يفيد منك حاجه صغننه. البطرمان الازاز ده جميل جدا وبيحافظ عليها، حلوه جدا. ما عندكيش الاتنين، الكيس البلاستيك، الكيس البلاستيك بتاع التلاجة حلو جدا جدا للحفظ. وهوريكي طريقه ان هي تفضل معاكي قطع صغيره لو حبيتي تكسريه، هيبقى معاكي سهل وبسيط. هعبي كده في الكيس، مش هكتر في الكيس خالص، وهبدأ ان انا افرده كده في الكيس واطلع كل الهواء اللي فيه، واقفل الكيس كده بالشكل ده. بصي جميل معاكي ازاي. ولو حطيتي 10 اكياس فوق بعضيهم مش هياخد مكان منك في الفريزر خالص، عشان لو حبيتي تكملي بقيه تفريزات او حاجه مش هياخد معاك ايه، الناس اللي ما عندهاش ديب فريزر او حاجه ما ياخدش معاكي مكان. هيتحطوا كده فوق بعضيهم مش هيكملوا يعني ايه صف كده، هيبقوا شويه صغيرين. ممكن تحطي تاني حاجه ايه عليهم. اهو فضيت بقى كده في الاكياس وخلصت الهواء، وبططت الكيس كده واتكيت عليه. خلاص بصي بقى، بصي مفيش مجرد يعني سنتي. خلاص اهو بالشكل ده. طلعي الهواء كويس وحطيه في الكيس. بصي في منتهى الجمال، شكله حلو جدا وطريقه ظريفه. ممكن انت كده تكسري، تطلعي كيس تكسري منه حته، البطرمان تاخدي بالمعلقه منه. هي عشان فيها زيت هيبقى سهل على فكرة، هيبقى سهل جدا في التقطيع. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وتعملوا الفلفل بطريقتي. والسلام عليكم ورحمة الله.